زينة أكبر من أحمد ب5 شهور ومراقبة تليفونه ومنعته من القعدة على القهوة. كتبت كتابهم بنفسها وقلبت الدنيا وقتها. وأحمد لقبوه بالمأذون الروش وخد المهنة بالوراثة. حب قبلها مرتين واختارها بعقله، أما هي قلبها اللي اختاره. ما كانش لهم في السوشيال ميديا ولا الفيديوهات. زينة أكبر من جوزها ب5 شهور والاتنين مواليد نفس السنة 1997. وأحمد عرف وحب قبلها مرتين وكانت هي البنت التالتة اللي في حياته، وحبه ليها كان بالعقل، وهو شايف إن دي أحسن حاجة عملها، إنه حبها بشكل تدريجي مش حب من أول نظرة. أما زينة حبته من قبل ما تشوفه وكانت بترسمه، فكان حبها ليه من القلب مش زي أحمد بالعقل. أحمد إبراهيم وزينة أشرف متجوزين بقالهم سنتين وكم شهر، وهي اللي عقدت عقد قرانها بنفسها، وده طبعا أثار الجدل بشكل كبير وقتها، لكن اتضح إن والده هو اللي كتب الكتاب وهي أشهرت بس. الجمهور بيوصفهم إنهم أجمل كابلز على السوشيال ميديا من ناحية شخصيتهم ومحتواهم واللي بيعملوه، وقريبين جدا من قلوب الناس، وعفويتهم وتلقائيتهم وبساطتهم كانت عوامل مهمة في شهرتهم ونجاحهم. في فيديو اتكلم فيه أحمد عن امتحان ليه في الكلية كان سبب شهرته وقلب الدنيا، ومن وقتها وهو بيعمل سكتشات كوميدية وبيقدم محتوى ومواقف بيمر بيها شبه شباب كتير. أما زينة ما كانش ليها في السوشيال ميديا خالص، ولا بتعرف تصور ولا تمنتج، لكن دلوقتي بقت هي اللي بتعمل كل حاجة ليها ولأحمد كمان. عرفوا بعض عن طريق شغل بينهم، وواحدة واحدة لقوا نفسهم فيهم شبه كبير من بعض وحصل الارتباط. زينة قبل ما تكون بلوجر فهي مهندسة ديكور وصوتها حلو جدا ودايما بتغني في الفيديوهات. وأحمد خريج حقوق وبيشتغل مأذون، وبيقولوا عليه المأذون الروش، وده لأنه مش بيظهر بالزي الرسمي للمأذون اللي متعارف عليه، لكن هو قال إن مش أي مأذون له الحق يلبس الزي الأزهري ده إلا لو خريج الأزهر، وأنا خريج حقوق. أحمد خد وظيفة المأذون وراثة العيلة كلها في المجال ده، وهو كمل مسيرة أبوه وعمه وبقى مأذون زيهم. ومش بس كده، عمل ماجستير ودي كانت دراسته بعد تخرجه. زينة بطلته القعدة على القهوة وبقاله سنة مش بيروح، وغيرت فيه حاجات كتير، ولأنه طيب زي ما بتوصفه زينة فهو بيغير من نفسه باستمرار للأحسن، وبيحاول ما يضايقش زينة علشان علاقتهم دي تنجح. أحمد قال إنه كان طايش وتصرفاته مش محسوبة، وزينة ساعدته كتير إنه يتحمل المسؤولية، ولأنه عفوي كان بيقع في مواقف كتير فكانت هي بتاخد بالها وتنصحه يعمل ايه. علشان كده زينة بالنسبة لأحمد مش بس زوجته، لكن صديقته ومديرة أعماله ومسؤولة عن كل حاجة في حياته. مش بس كده، زينة مراقباه وعارفة كل تحركاته وكل الأماكن اللي بيروحها، واللي بيخليها تعمل كده إنها واثقة فيه جدا وعارفة إنه مش بيعمل حاجة غلط. وأحمد كمان شايف كده ومتصالح مع إنها تكون عارفة كل تفاصيل حياته ويومه بالشكل ده. أحمد رغم إنه بلوجر ومشهور وروش والبنات كلها بتحبه، لكن هو عمره ما ده شغله تماما، ودي من الحاجات اللي زينة حبتها فيه، إنه محترم وعمره ما بص بره وبيحترمها جدا. فكان حد قبل ما يعرفها وبقى حد تاني خالص، ودايما في كل اللقاءات ليه بيقول إن الفضل ليها في ده. زينة مش بس بلوجر مشهورة، لكن هي ست بيت من الدرجة الأولى، ولأن أحمد زي كل الرجالة كانت دي من أكتر الحاجات اللي فاجئته من زينة لما اتجوزوا، لدرجة إنه قال بتطبخ أحسن من أمي. أحمد وزينة مروا بكذا موقف صعب في حياتهم وجوازهم برضو ما كانش سهل، لأن أحمد ما كانش حيلته حاجة وبدأ من تحت الصفر علشان يحوش ويتجوز. علشان كده دايما بيقول إنه حبهم لبعض أقوى من أي حاجة، وعلاقتهم دي حببت شباب كتير في الجواز، والكل يتمنى يبقى زي أحمد وزينة. قولوا لنا بقى رأيكم في محتوى زينة وأحمد، وإيه أكتر الفيديوهات اللي بتحبوها ليهم، المقالب ولا اليوميات ولا السكتشات؟